تعال نبص على الارشاد ده، والارشاد ده مش عايزك تقراه من هنا، انا عايزك تركز معايا دلوقتي. انا اللي هقوله. انت لو عندك مقاومتين توازي بالمنظر ده، التيار لما كان بيخش في التوازي ايه اللي بيحصل؟ بيتفرق اي واحد واي اتنين، صح؟ لو مثلا كان داخل 10 امبير بيتفرق مثلا 4 و6. طب بناء على ايه ده خد 4 وبناء على ايه ده خد 6؟ فدلوقتي انا هعلمك بيخش قد ايه هنا وبيخش قد ايه هنا، هعلمك ازاي تحسب التيارات اللي داخله اللي هتتوزع دي. خلاص، ركز معايا. هو دلوقتي ايه اللي بيميز التوازي؟ اللي بيميز التوازي حاجه واحده بس، ان الفي تساوي في واحد تساوي في اتنين وهكذا، صح؟ ولكن عايز ازود عليك حته صغيره، ان الفي دي سميها في الشيطان. ايوه الشيطان. والشيطان ده اللي هو ايه؟ التوازي. يعني ايه الشيطان؟ يعني التوازي. طب ليه انت سميتها الشيطان؟ معلش، انا بحط شويه مصطلحات كده بحيث انك تفتكرها على طول. في الشيطان بتساوي في واحد زائد في اتنين بتساوي في واحد بتساوي في اتنين. خلاص. ليه الشيطان يا مستر؟ عشان دي اللي انت هتتلخبط فيها، هتحل المساله كلها صح وهتحط دي غلط. في الشيطان اللي هي في ايه؟ في التوازي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ فك الاول. في التوازي يعني ايه؟ اي التوازي، ار التوازي او ار داش التوازي يعني بتساوي اي واحد ار واحد اي اتنين ار اتنين. ار داش التوازي انت بتعرف تحسبها دلوقتي، تقول ده في ده على ده زائد ده، او بتعرف تحسبها عموما لو اكتر من مقاومه او لو اكتر من مقاومتين بتقول واحد على ار داش وهكذا، بتعرف تحسبها. والاي التوازي هتعرف تحسبها او هو هيديها لك. يبقى انت معاك دي ومعاك دي، وهيبقى معاك ار واحد مش هتعرف تجيب اي واحد، تعرف تجيبه. طب وهيبقى معاك ار اتنين مش هتعرف تجيب اي اتنين، هتعرف تجيب وهكذا. طب انا مش عايز اتكلم كتير واحرق كتير، تعال نبص نخش على المساله اللي هيحصل فيها. خلاص. مساله زي دي الراجل قال لك ايه؟ قال لك اول حاجه انا عايزك تحسب لي المقاومه الكليه. خلي بالك بقى عشان كده انا سميتها الشيطان. المقاومه الكليه انهي؟ بتاعت الدايره كلها. طب تعالى نحسبها. اول حاجه في مقاومتين مالهم على التوازي، احسبهم لوحدهم. 3 في 6 على 3 زائد 6 يديك كام؟ هيديك 2. 3 في 6 على 3 زائد 6 هيديك كام؟ هيديك 2. 3 في 6 ب 18 على 9 فيها الاتنين. خلاص. يبقى الار داش بتاع التوازي 2 زائد في مقاومة على التوالي يبقى زائد 7 يديك كام؟ 9 اوم. صعبة دي، احسبها كده لوحدك. دي ب2 يبقى في مقاومة مكانهم هنا 2 معاها واحدة توالي 7 يبقى 9 اوم. مفيهاش أي مشكلة خالص. خلاص. طيب يبقى الار داش حسبتها بكام؟ 9 اوم. عايز يحسب بعد كده شدة التيار المار في الدايرة كلها. شدة التيار المار هتساوي الفي باتري على الار داش، في الكلية على ار الكلية. في باتري بكام؟ 18 فولت يبقى 18 على ار داش 9 يديك فيها 2 امبير. يبقى انت عندك الاي ب 2 امبير. صعب الكلام ده لحد دلوقتي يا مستر؟ كل ده خدناه قبل كده مفيش مشكلة. طيب ثواني امسح بقى، ركز معايا، بوس ايدك حتى اغير اللون اهو وامسح البتاعة دي. عايز يعرف شدة التيار اللي داخل اي الار اي وشدة التيار اللي داخلة في الار بي، يعني اي اي واي بي بكام؟ عايز يعرف الاي اي والاي بي بكام؟ واحدة واحدة. هتقول لي يا مستر انا كنت بحسب توزيعة التيارات دي من الفي بتساوي الفي بتساوي في الشيطان، واللي سميناها بعد كده التوازي هتساوي في واحد هتساوي في اتنين. طيب هنا ايه وبي بقى فهنسميها في ايه وفي بي عادي جدا. عايز تسيبها واحد واتنين زي ما هي عادي جدا مفيش اي مشكلة. طيب في الشيطان بتساوي ايه؟ اي الشيطان او اي التوازي. الشيطان هو التوازي، خليك فاكر بس ان هي اسمها الشيطان عشان دي اللي هتتلخبط فيها. هوريك هتتلخبط فيها دلوقتي ازاي. ار داش التوازي هتساوي اي اي ار اي اي بي ار بي.
اظن لحد هنا مفيش حد عنده مشكله. تعال نشوف يعني ايه اي التوازي وار داش التوازي. اي التوازي يعني الاي اللي داخله التوازي. داخل التوازي كام؟ داخل التوازي الاي كلها اللي هي كام بكام؟ ب 2 امبير اللي احنا حسبناها. يعني ايه ار داش التوازي؟ ودي اللي انا سميتها الشيطان. ليه؟ لان انت معظم الناس تيجي تقول لي ار داش 9 يا مستر وتروح كاتبه لي 9 هنا، اقول لك غلط. انا مش عايز الار داش توتال، انا عايز ار داش التوازي، عشان كده سميتها الشيطان. تاني، في فرق بين الار داش دي والار داش التوازي. ار داش التوازي يعني ايه؟ الار داش بتاعت التوازي بس، بتاعت التوازي بس. دي كانت بكام؟ كنت لسه حاسبها باتنين، اللي هي 3 في 6 على 3 زائد 6. صح؟ يبقى 2 مش 9. ركز معايا ابوس ايدك. ليه بسميها الشيطان؟ عشان دي اللي هتلخبطك. هتيجي تحط الاي غلط او هتيجي تحط الار داش غلط. انت بتحط الاي بتاعت اللي داخله التوازي والار داش بتاعت التوازي بس. التوازي اللي انت بتحسب التيارات اللي خارجه منه، التوازي اللي انت بتحسبه بس. ار داش انهي؟ التوازي. طيب، والاي ايه المجهوله؟ خلاص هي المساله خلصت. لو انت حطيت دول صح يبقى المساله خلصت. والار ايه بكام؟ 3 بتساوي اي بي مجهوله، ار بي بكام؟ 6. تعالى نحسب بقى. يبقى 3 اي ايه هتساوي 4، و3 لا 6 اي بي هتساوي كام؟ 4. يبقى الاي بكام؟ ب4 على 3 امبير، والاي بي ب4 على 6 اللي هي 2 على 3 امبير. يبقى هنا هيخش 4 على 3 يعني 1.3 مثلا تقريبا، وهنا هيخش 2 على 3 اللي هي 6 تقريبا يعني. اما تيجي تجمعهم في الاخر، لو جمعت 4 على 3 و2 على 3 هيديك الاتنين اللي كانت داخله تتوزع. يبقى الاتنين دي دخلت اتقسمت ازاي؟ خدت 4 على 3 والباقي كان تحت اللي هو 2 على 3. صعب الكلام ده؟ لو انت عايز تتاكد من الاجابه يعني، عايز تتاكد من اجابتك تعمل ايه؟ اجمع التيارات اللي انت جبتها. 4 على 3 زائد 2 على 3، انت كده بتجمع ايه؟ اي ايه زائد اي بي هيديك كام؟ 4 و2 6، 6 على 3 فيها ال 2 امبير. ال 2 امبير دي اللي هي الاي اللي انت دخلت اتفرقت. الاي دخلت اتفرقت بقت اي اي واي بي. هتيجي تجمعهم هتلاقيهم صح 2 امبير. ده لو انت عايز تتاكد من اجابتك بعدين. خلاص. لو لاحظت هتلاقي ان المقاومه الصغيره خدت التيار الكبير، وده دايما بيحصل. المقاومه الصغيره هي اللي بتاخد دايما التيار الكبير، لان العلاقه بين التيار والمقاومه علاقه ايه؟ عكسيه. كل ما المقاومه تكون صغيره كل ما التيار يكون اكبر. المقاومه الصغيره فين؟ 3 او دخلت خدت كام؟ 1.3. المقاومه الكبيره فين؟ خدت 6، وهكذا. خلي بالك انا هقولها تاني اهو. في الشيطان بتساوي في ايه بتساوي في بي. ده القانون العادي بتاع التوازي. فكيته بقى. اي التوازي ار داش التوازي. ار داش التوازي، وباكد تاني هنحل مسائل تاني عليها، بس انا باكد لك من دلوقتي ار داش التوازي اي اي ار اي اي بي ار بي، ورحت فكيت الدنيا والدنيا سلسه وما فيهاش اي مشكله. وقف الفيديو واقراها قرايه كده سريعه مع نفسك. طبعا انت لو بصيت في الارشاد هتلاقيه قال لك نفس الكلام، بس انت هتتلخبط من الارشاد. خليك حافظها واكتب ورايا دايما وانا بتكلم. اكتب ورايا دايما ان الفي الشيطان، والشيطان بينك وبين نفسك يعني التوازي. التوازي بتساوي في واحد بتساوي في اتنين. بعد كده اي التوازي. يعني ايه اي التوازي؟ يعني اي اللي داخله التوازي. ارداش التوازي يعني المقاومه المكافئه لحته التوازي بس. اي واحد ار واحد، اي اتنين ار اتنين. انا مش شايف ان فيها صعوبه، يعني مش شايف ان الحته دي خالص فيها اي صعوبه. خلاص. الحتت اللي هو كاتبها دي ما تحفظهاش بالله عليك. انا عادي لو عايز افهمها لك افهمها لك، بس هي ما تحفظهاش. هو كل الفكره قال لك لو في حاله وجود فرعين بس هيعمل ايه؟ فرعين يبقى ار داش هتكون ار في ار على ار زائد ار، وفكها يعني. بس بلاش انت تعرفها خالص. خلاص خليك ماشي في القانون بتاعنا العادي خالص السيمبل الجميل ده، هيوصلك للي انت عايزه برضه. طيب، ده حل المثال اللي احنا كنا بنقوله 1.3 و6 زي ما احنا اتكلمنا يعني. طيب تعالى بقى نبص تحت.
نبص تحت في المثال التاني، بيقول لك ايه؟ عايز شد التيار كله مقاومة، يعني عايز اعرف التيار اللي دخل ال 18 اوم، والتيار اللي دخل ال 24 اوم، والتيار اللي دخل ال 4 اوم، والتيار اللي دخل ال 12 اوم طبعا، والتيار الكلي اكيد يعني كده كده هيتحسب، كده كده هيتحسب. طب واحدة واحدة، انت هتعرف تحسبه بالمنظر اللي قدامك ده؟ لا. طب انا كعلاء هقدر، لان انا شايف ان ال 24 وال 12 نقطة واحدة، عشان ده سلك فاضي ونقطة واحدة اتجمعوا، فهعرف ان دول توازي ومش عارف ايه والكلام ده كله. طيب لكن انا لسه طالب في الاول، لسه ما حلتش كتير، فمضطر ان انا اشتغل ايه؟ بالطرق العادية اللي احنا اتعلمناها دلوقتي، اللي هي ايه؟ طريقة النقط. تعالى نحسب الار داش الاول ونظبط الرسم على الاقل. طريقة النقط، احنا قلنا نقطة بعد البطارية ونقطة قبل البطارية، صح؟ نقطة بعد البطارية، كل ده سلك فاضي، فلو حطيت نقطة هنا عادي برضو، بس هي هتبقى هي التانية، فبلاش. نقطة بعد البطارية ونقطة قبل البطارية، ونقطة، ده أول نقطتين حطيتهم، ونقطة عند أي نقطة ماسكة أكتر من سلكين. النقطة دي ماسكة أكتر من سلكين؟ لا. النقطة دي ماسكة أكتر من سلكين؟ يبقى دي صح، مفيش نقطتين، هما 3 نقط بس. تعالى بقى، ادي 3 نقط، طبعا ده 1 2 3، ادي 1 2 3، بين 1 و3 البطارية، ودايما البطارية وشها ناحية الواحد دايما. طيب بين 1 و2 في ايه؟ بين 1 و2 في 24 فرع كامل 24، وبين 1 و2 في 12 اوم فرع كامل اهو، رحت راسم فرع كامل 12 اوم، خلصنا منها. بين 2 و3 في 4 اوم، طب بين 1 و3 في 18 اوم، خلاص خلصنا. طبعا البطارية دي 10.8 فولت، والار سمول بصفر، مش مشكلة، الار سمول دي الدرس التاني كده كده. خلاص لحد دلوقتي انا كده ظبطت الرسمة، كده بقى شكلها اشيك، وكمان لسه ممسح الارقام، بقى شكلها سيمبل اكتر، كده بقت سهلة يعتبر، صح؟ انا عايز اعمل دي كده اهو، مفيش نقطة يعني. خلاص، صعب ده؟ سهل جدا. انا عايز بقى اعرف التيار لما يجي هنا يخش هنا كام، والتيار لما يجي هنا يخش هنا كام، والتيار لما يجي هنا يخش هنا كام، طبعا هيخش هنا كام برضه. واحدة واحدة بقى وركز معايا قوي، واحدة واحدة وركز معايا قوي. طيب اول حاجة هنحتاج نحسبها وهي الار داش. هتحسب الار داش ازاي؟ الار داش هتحسبها ازاي؟ واحدة واحدة. انا شايف مقاومتين مالهم توازي، شدهم بره وسميهم ار داش واحد مثلا. كام؟ 12 في 24 على 12 زائد 24، احسبها على الآلة. تقريبا تطلع 6 ولا تطلع كام؟ ثواني، تطلع 8 تقريبا. 24 في 12، أنا بحسب معاك، أنت برضو احسب معايا، زائد، أنا كده كده محضر الكلام ده، لكن عايزك تحسب معايا 8 أهي، 8 أهو. خلاص، يبقى أنا دلوقتي هشيل المقاومتين دول وأحط مكانهم مقاومة واحدة، 8 أوم. 8 أوم وراها 4 أوم، وماسك فوق كده أهو 18 أوم، صح كده؟ طيب تعال نكمل. 4 أوم و8 أوم مقاومة واحدة توالي، يبقى ار2 داش هتساوي 8 زائد 4، يطلع فيها كام؟ 12 أوم. يبقى دي أشيلها كلها وأحط مكانها 12 أوم، في فرع فوقيها 18 أوم، وكل ده مع بطارية. طيب ماشي، تعال نكمل. طبعا انت شايف من غير ما اتكلم، طبعا انت شايف ال18 وال12 مالهم توازي، شدتهم على جنب وسميتهم ار داش 3، 18 في 12 على
18 زائد 12 تطلع كام دي؟ 18. تطلع 6 ولا تطلع كام؟ 18 زائد 12 طلعت رقم غريب، 7.2. عادي. طلعت كام؟ 7.2. يبقى الار داش توتال بكام؟ 7.2. خلاص. اوه 7.2. طيب عايز احسب الاي توتال. الاي توتال بكام؟ الفي بي على ار داش توتال. الفي بي بكام؟ 10.8 على 7.2. يبقى 10.8 على 7.2 طلعت كام؟ 1.5. يبقى الكلام ده ب1.5 امبير. يبقى انا كده حسبت التيار الكلي. التيار الكلي اللي هو داخل هنا كده 1.5 امبير. طيب او خلينا في المقاومة الاخيرة اللي احنا عملناها، الشكل الاخير اللي احنا عملناه واحدة واحدة بقى. طبعا هي دي خليها 1.5 امبير زي ما هي عشان ما نتلخبطش، ولكن عايز امسح الدايرة دي. بص يا شباب، طبعا انت مش هتعرف تحسبها لما تيجي تحطها هنا اهو 1.5 امبير. هتعرف ازاي دخل هنا؟ طب انهي توالي وانهي التوازي؟ مش هتعرف تحسب. فانت دايما بتحسبها على الاخيرة. اخر رسمة انت عملتها ايه؟ كانت 12 مع 18 توازي، وكان التيار اللي داخل كام؟ 1.5 امبير. طبعا انت عارف ان دي 18 ودي 12، فتعرف تجيبها بقى. اجيبها ازاي يعني يا مستر؟ في الشيطان يعني التوازي. اكتب كده زي ما انا بكتب، في واحد بتساوي في اتنين. طب واحدة واحدة. في الشيطان يعني اي التوازي ار داش التوازي، يا رب نركز، هتساوي اي واحد ار واحد هتساوي اي اتنين ار اتنين. تمام قوي. تعال نعوض. اي التوازي بكام؟ الاي اللي داخله التوازي كام؟ 1.5 كلها. طيب 1.5 امبير في ار التوازي بكام؟ كنا لسه حاسبينها من شويه ب7.2. او لو ما حسبتهاش اكتبها هنا 18 في 12 على 18 زائد 12، ولكن انا من رايي انك تكتبها ايه، وهعلمك ازاي تجيبها على طول. اصلا ار داش التوازي اللي هي بكام؟ 7.2 هتساوي اي واحد مش عارفها، ار واحد بكام؟ 18. اي اتنين مش عارفها، واي اتنين دي اللي هي كام؟ اللي 12. انا عايز اللي داخله ال 18 واللي داخله ال 12 برضه عادي. اي واحد هتبقى بكام؟ هتساوي 1.5 في 7.2 على 18. واي اتنين هتساوي كام؟ 1.5 في 7.2 على 12. صح؟ طلع الرقم ده وطلع الرقم ده. لو لاحظت، او في ناس يا عم مش عايز تعملها كده خالص، عايز تكتبها تبسط الاول 1.5 في 7.2 بعد كده تعملها 1.5 في 7.2 هيديك كام؟ سمعني كده، هيديك 10.8 اللي هو جهد البطارية. ما انت لو مركز هتلاقي ان البطارية متوصلة معاهم على التوازي. يعني ايه البطارية متوصلة معاهم على التوازي؟ يعني جهد كل مقاومة فيهم او الجهد الكلي بتاع التوازي بيساوي جهد البطارية. ما هي متوصلة معاهم على التوازي، فده معناه ان جهدها هيكون قد جهد كل واحدة فيهم. فهي تلاقي 10. طب انت اتلخبطت؟ ما تتلخبطش، اعملها زي ما انا بعملها. انا دايما بعملها كده اصلا. اي التوازي في ار التوازي 1.5 في 7.2 18 اي واحد 12 اي 2. يبقى الاي واحد بكام؟ 10.8 على 18. واي 2 12، لا 10.8 على 12. نحسب دي ونحسب دي كده على الآلة. 10.8 على 18 طلع فيها 3/5 اللي هي كام يعني؟ اللي هي 6/10. طب والتانية لما اقول على 12 طلعت 9/10. لو عايز تتأكد اجمعهم. اجمع 6/10 زائد 9/10 هيديك 1.5 اللي هما دخلوا. فدخلوا توزعوا، دخل في ال18 كام يا بني آدم؟ 6/10. ودخل في ال12 كام؟ 9/10. يبقى انت كده عرفت في الرسمة الكبيرة
اللي هي الرسمة الكبيرة اللي أنا رسمتها هنا دي، دخل في ال18 كام؟ 6/10. صح؟ يبقى أنت كده عرفت اللي دخل في ال18 كام؟ 6/10. لسه بقى تعرف ال4/10 وال12 والكلام ده كله، صح؟ أنت عايز تعرفها لسه. تعال نرجع مثلا للخطوة اللي قبلها على طول، اللي هي دي. همسح بس الدايرة دي وأوصلهم لك تاني أهو. طيب أنت عرفت إن هنا دخل 6/10، وعرفت إن هنا ال12 كلها دخل لها كام؟ 9/10. يعني دخل في الأربعة 9/10 برضو، وهيخش في التمانية دي اللي هي إيه؟ التوازي ده، صح؟ يبقى التوازي ده داخل له كام؟ 9/10 تاني. ما هو بص يا اسطى، هو ده التوازي وداخل وراه ال4/10، فالتوازي ده هيتفرق، 9/10 ده هيتفرق وهتتجمع تاني، فهتبقى هنا 9/10 برضه اللي هي داخلة في الأربعة أوم. يبقى أنت كده عرفت اللي داخلة في الأربعة أوم كام؟ 9/10 جاهزة. وعرفت إن داخل 18 كام؟ 6/10. ناقص بقى تحسب ال24 وال12. هقول لك واحدة واحدة، هنحسبها برضه زي بعضها أهي. احسبها فوقيها مثلا. أنت دلوقتي عندك 24 و12، داخل لهم كام؟ 9/10. خلي بالك بقى، بص بقى، عشان كده سميتها ايه؟ في الشيطان. شيطان يعني ايه؟ توازي. هتساوي في واحد اي في واحد بتساوي في اتنين. فك بقى، اي الشيطان يعني اي التوازي. انا مش عايز الكلام ده دلوقتي عشان ما يلخبطنيش. وركز، اي التوازي ار داش التوازي هتساوي اي واحد ار واحد اي اتنين ار اتنين. تعال نعوض. اي التوازي كام؟ 9/10. ما تقوليش بقى 1.5. عرفت يعني ايه اي التوازي؟ يعني الاي اللي داخله التوازي ده 9/10 في ار داش بكام؟ انت كنت حاسبها قبل كده بكام؟ 8. لو ما حسبتهاش اعمل 24 في 12 على 24 زائد 12 هيديك ال8 برضه. بس انت كنت حاسبها قبل كده بقى، سميها ار داش واحد. خلاص كمل. اي واحد دي انت مش عارفها، سمي دي مثلا اي واحد ودي اي اتنين. ار واحد بكام؟ 24 هتساوي اي اتنين في 12. يبقى انت عندك الاي واحد بكام؟ اي واحد 9/10 في 8 على 24، واي اتنين بكام؟ 9/10 في 8 على كام؟ 12. واحسب 9/10 في 8 على 24 طلعت 3/10. 3/10 يبقى التانية تطلع 6/10. عشان تجمعوا على بعض يديك 9/10 تاني، فانت اتأكدت. تعالى بقى كده على الرسمة، يبقى اللي داخلة ال24 3/10 اهو. تعالى بقى انا همسح الكلام ده. تعالى بقى هنا في الرسمة، ال12 داخل لها كام؟ 6/10. طب اهي 6/10 اهي دخلت فين؟ في ال12 اي 2. واي واحد اللي دخلت في ال24 كام؟ 3/10. يبقى هنا 3/10 هيتجمعوا. شايف؟ 6/10 هتفضل ماشية في ال12 وهتتجمع هنا، يبقى 9/10 هنا، صح؟ اللي هي دخلت في الأربعة اللي أنا كنت حاسبها أهي. مش احنا قلنا 9/10 داخلة في الأربعة، صح؟ وقلناها هنا تاني أهو، 9/10 داخلة في الأربعة أهي، صح أهي. تفضل ماشية 9/10. طيب ال18 قلنا دخل لها كام؟ 18 يا مستر قلنا دخل لها، ثواني افتكر لك اهو. 18 فين؟ ال18 فين؟ ال18 اهي دخل لها كام؟ 6/10. رحت جيت هنا قلت ال18 دخل لها كام؟ 6/10. 6/10 و9/10 يرجعوا كام تاني؟ الواحد ونص اللي هي كانت خارجة أصلا من البطارية، تيار الكلي. خلاص تعال نشوف هو عملها ازاي.
هو عملها هنا حسب الار داش زي ما انت شايف، ار داش 1 وار داش 2 وار داش 3 زي ما احنا عملنا، بس هو عملها بطريقه التيارات، احنا عملناها بطريقه النقط عشان تبقى اسهل شويه. خلاص. طريقه التيارات عادي، وزع التيار وشوف اخر تيار عدى على كام مقاومه. عدى على مقاومه واحده يبقى في احتمال يكون توازي، عدى على مقاومتين او اكتر يبقى توالي، وهكذا يعني. المهم حسب الار داش، طبعا انت خلاص بقيت خبره في الار داش. بعد ما حسب الار داش زي ما انت شايف طلعت معاه كام؟ 7.2 زي ما كنا طلعنا. راح حسب التيار الكلي، التيار الكلي كان كام؟ في بي على ار داش، فطلعت كام؟ 1.5 امبير زي ما احنا حسبنا بالظبط. بدأ يحسب بقى الاي واحد والار واحد، الاي اللي دخلت في ال 18 واخر حاجه هو عملها يعني، اللي هي التبسيطه الاخيره اللي احنا عملناها هنا، اللي هي دي 18 و12. قعد يحسب ايه اللي دخل في ال 12 وايه اللي دخل في ال 18. فاللي دخل في ال 18 6 من 10 اهو، اللي دخل في ال 18 6 من 10 اهو. طبعا الباقي هيخش في ال 12. طبعا باقي الواحد ونص 9 من 10. ثواني اوريها لك برضو في الكتاب اهي. هو قالك طبعا 1.5 دخل منهم 6 من 10 يبقى لك كام؟ 9 من 10. طيب بعد كده راح حاسب برضو الاي ار التانيين يعني، اللي هو بتاعت ال 24 3 من 10 وال 12 9 من 10. بس وهكذا يعني، زي ما احنا عملناه نفس الارقام اهي. في مثال بعديه؟ يا مستر في مثال بعديه. في مثال تاني؟ يا مستر في مثال تاني. ثواني نعرفه. اخر مثال وهنختم، ما تقلقش اخر مثال صدق. انا عارف ان دماغك دلوقتي ونونت، بس هو اخر مثال. بيقول لك انا عندي دايره كهربائيه عايز يحسب الاميتر بعد فتح وغلق المفتاح واحده واحده. احنا دايما اول حاجه بنعمل حالتين اتنين، عندي في قفل مفتاح وفي فتح مفتاح. دايما الاولى لما المفتاح يكون مفتوح. لما المفتاح يكون مفتوح يعني ايه؟ يعني المقاومه دي مش معانا، يبقى انا الدايره بتاعتي عباره عن ايه؟ 6 و4 توالي، 6 اوم و4 اوم بالمنظر ده، وفي اميتر هنا صح؟ والفي بي دي بكام؟ ب 12 فولت. تعال نحسب التيار. التيار اللي هيعدي في الاميتر ده اللي هو عباره عن ايه؟ اي الكليه. اي الكليه هتساوي في بي الكليه على ار داش الكليه. في بي بكام؟ ب 12. ار داش بكام؟ 2 توالي يبقى ب 10، يبقى 1.2 امبير. عملت ايه؟ كل اللي عملته حسبت الار داش، الار داش توالي، رحت جامع الستة والاربعة و12 على 10، رحت حاسبها على طول. ده لما كان المفتاح مفتوح. طب تعالى في الحالة التانية لما المفتاح يكون مقفول. خلاص بقى بقت معايا المقاومة التانية ايه؟ ادي في 6 في اميتر اهو، وادي في 4 اوم 6 اوم. طبعا المفتاح مقفول يبقى انا معايا المقاومة الاخيرة دي اللي كانت بكام بقى؟ ب 12. مفتاح مقفول بقى خلاص 12 اوم. واحدة واحدة. هو بقى عايز يعرف ايه؟ اولا انا عايزك تظبط لي الشكل الاول. انا متعود ان الشكل يكون ايه؟ المقاومات كلها افقي، ما بحبش مقاومه تكون رأسيه بالمنظر ده. خلاص فتعال نظبط الشكل. انا شايف ان الشكل هيتظبط ازاي؟ ممكن تعملها بطريقه النقط لو انت عايز. ادي نقطه بعد البطاريه على طول اهي، ونقطه قبل البطاريه اهي، نقطه بعد البطاريه ونقطه قبل البطاريه، وفي نقطه تانية هنا اهي اللي هي فين؟ عند اي نقطه اكتر ماسكه اكتر من ايه؟ من طريقين. يبقى 1 2 3. ممكن تعملها بالنقط، بس انا عن نفسي عارف ان الاربعه توالي والاتنين التانيين توازي كنت عاملها على طول. ماشي. بين 1 و2 في ايه؟ في 6 اوم. ادي 1 وادي 2 سوري، والتلاتة اهي، وادي البطارية بتاعتي اهي. 6 اوم، وال6 اوم دي معاها ايه؟ اميتر. ومعاهم ايه تاني؟ 12 اوم. بين الاتنين وتلاتة 4 اوم. هي كانت كده يعني، بس انا عايزها رأسية يعني مش اكتر، مفيهاش مشكلة. نمسح الارقام بقى دي. انا عايز اكتب الاميتر هنا بشكل كويس كده اهو. يعني هو عايز يعرف التيار اللي داخل في الستة من الآخر يعني. طب ما أنت لازم تحسب التيار الكلي الأول. طب يبقى لازم تحسب الأر داش كلها الأول. أر داش توتال بكام؟ 6 وال 12 توالي
يبقى 6 في 12 على 6 زائد 12 زائد الأربعة دي ايه توالي. احسب الكلام ده هيطلع معاك كام؟ يطلع معاك 8. دي هتطلع بأربعة وأربعة وأربعة يبقوا 8. هو كان قايل لي البطارية بكام؟ ب12 صح؟ قايل لي البطارية ب12 تمام. الاي بقى بكام؟ في بي على ار داش توتال يبقى 12 على الار داش بكام؟ 8. 12 على 8 فيها كام؟ 1.5 على الآلة. يبقى التيار اللي خارج من البطارية 1.5. طب مش ده نفس التيار اللي داخل التوازي؟ ماشي ركز بقى معايا. عايزين نحسب بقى حتة في التوازي. هنعمل ايه؟ في الشيطان. والله العظيم لعبة، والله لعبة ولعبة حلوة قوي اللي هي ايه التوازي. في واحد بتساوي في اتنين. احنا عايزين في واحد بس اللي هي اللي داخلة في الستة بس، فمش مشكلة تكتب في اتنين دلوقتي. اي التوازي ار داش التوازي هتساوي اي واحد ار واحد. تعال نعوض يعني. اي التوازي يعني اي داخل التوازي كام؟ 1.5 حسبناها. ار داش التوازي مش التمانية، التوازي بس اللي هي كانت بكام؟ ب4. خلاص. طيب اي واحد دي اللي انا عايز احسبها اصلا. ار واحد بكام؟ 6. طيب يبقى 1.5 في 4 بكام؟ ب6. اي واحد 6. 6 على 6 فيها الواحد يبقى الاي واحد بكام؟ 1 امبير. يبقى الاميتر هيقرا لي ايه؟ 1 امبير. خلاص. هو عايز بقى يعرف الاميتر قبل على الاميتر بعد. بص هو قايل لك ايه؟ عايز يحسب. راح فين؟ اهو السؤال اهو. احسب النسبة بين قبل وبعد. يعني قبل على بعد. نسبة يعني اسمها. قبل على بعد. قبل كانت بكام؟ 1.2. بعد كانت بكام؟ ب1. يبقى 1.2. ادي النسبة. 1.2 على 1 على 1. خلاص. طيب لو كان عايز يا عم الحتة التانية اللي هي كام دي؟ اللي كان داخل في ال12. لو كان انت كده حسبت ده ب1. 1.5 دخل هنا 1 يبقى كده هيخش تحت كام؟ نص. عايز تحسبها بالقانون احسبها بس هو ما كانش طالبها كده كده. خلاص. تاني انا عملت ايه؟ حسبت الار داش. دايما هتعمل كده، هتحسب الار داش كلها، بعد كده تحسب التيار الكلي، بعد كده تقول في الشيطان بتساوي في واحد بتساوي في اتنين. الشيطان اللي هو ايه؟ اي التوازي في ار داش التوازي بس بتساوي اي واحد ار واحد وتعوض. الدنيا لعبة ولعبة لطيفة جدا. انا كده حاسس النهارده خلصت، واتمنى ان انت تكون سمعتها للاخر يا جزمة. ماشي يا بطل سوري. شكرا لك ايها الدكتور البطل. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او المهندس البطل عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام في رعاية الله.